ورحمة الله وبركاته. وحضرتك أنا سعيدة جدا إن أنا مع حضرتك والله. الله يزيدك سعادة يا محمد. اتصل بحضرتك. بقول لحضرتك في سؤال يمكن غريب شوية وسامحني إن أنا بقوله. لو أنا عايزة ما تقابلش مع زوجي في الآخرة، فهل يجوز؟ أنا ما أعرفش، طالبة منه طلب غريب جدا، أول مرة حضرتك هترد عليه. بقول له وأنا نازلة القبر لو مت قبلك. يا خلاص السؤال واضح، يعني لو انا نازله القبر وما تنزلش مالكش دعوه بيه، يعني هي عايزه ما تبقاش معاها في الجنه، لك هو ان شاء الله لما يبقى راجل صالح ومش جاي على معدتك، بس انت قادره تعيشي معاه باذن الله هتدخلي معاه في الجنه. بس انا هقول لك هاو ربنا قالها في القرآن وحلها: ونزعنا ما في صدورهم من غل. مش هتفتكري أبدا، مش هيبقى جواكي سواد من ناحيته لو دخلتوا الجنة وأنا معاكم يا رب. اعرفوها كده اللي متضايق. وفي واحد برضو قالها لي ما اعرفش من فتره طويله، قال هي دي هتبقى معايا في الجنه. يعني شوف الاوبزيت، هي بتقول انا مش عايز ابقى معاها في الجنه وهو بيقول لي كده. بس قالها لي كان ابن نكته، والله يرحمه الله يرحمه، قال لي هيبقى خمه في الدنيا وفي الاخره. يعني هو كان بيضحك بقى، فقلت له لا ما نقولش كده، دي ام فلان وي 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 وبتاع وحاجات زي كده. وفي الاخر قال انا بضحك. بس في ناس ما بتضحكش، في ناس فعلا مش تقولي معقوله هبقى الدنيا والاخره مع الشكل ده. ادخلي بس الجنه انت وهتلاقيه مخلوق تاني خالص، وهتلاقيه جميل، وهتلاقيه صدرك وربنا يحفظه الايه: ونزعنا ما في صدورهم من غل.